وعلشان كده في كل حرب ليهم أول ضحية بتقع بتكون هي فعلا الحقيقة. في كل حرب اس اس بتدخلها بتصور نفسها قدام العالم الغربي إن هي ضحية الكراهية والإرهاب عشان تقتل الحقيقة والمدنيين كمان. في حارة اليهود زمان، اليهود اللي انت عارف هما دلوقتي راحوا فين؟ كان اليهودي من دول لما يجي يفتح المحل بتاعه كان يروح لأفخم أنواع العسل وياكل منه، وكان يروح لمخزن المجوهرات اللي فيه أثمن المجوهرات والذهب ويتفرج عليه، وبعدين يفتح المحل بتاعه ويقعد قدامه. يجي العربي بعدها من دول يعدي عليه ويصبح عليه ويقول له مالك يا كوهين، قاعد حزين كده ليه؟ كان كوهين يرد عليه ويقول له معلش يا حبيبي، الله لا يدوقك اللي انا دقته ولا يوريك اللي انا شفته. وطبعا كان العربي من دول كان على نياته، كان يقول له اللهم امين. طبعا انا هنا جاي اوريك ازاي كانوا بيخدعوا الناس ويشتروا عقولهم، وكمان ممكن توصل للتعاطف معاهم، وهو ده بالظبط اللي بيحصل دلوقتي، وكمان كان موجود من زمان بس محدش كان واخد باله من كده. ازاي بقى قدروا ان هم يعملوا كل ده ويضحكوا على كل الناس دي؟ بص، تقدر تقولي كل اللي بيحصل حواليك في العالم انت عارفه ازاي؟ بالظبط، ناس قدرت ان هي تصور وانت اتفرجت عليهم، وبالتالي جالك تعاطف اتجاههم وكونت صورة كاملة في دماغك، فبالتالي انت بتتعامل مع الواقع بناء على التصورات دي. بالتالي لو احنا درسنا شوية وعرفنا نقول ايه وما نقولش ايه، فاحنا كده بنتحكم في لغة السرد، وبالتالي هنتحكم في تصورك وشعورك. وإذا امتلكنا القدرة على إننا نتحكم في لغة السرد، فإحنا كده امتلكنا الواقع. الهسبرة بقى كانت هي الأداة اللي مكنتهم في تنفيذ مخطط التحكم في سرد القصة. تعريفها بالظبط عندهم هي كالآتي: هي آلة الدعاية الصهيونية التي تمارس البروباجندا بهدف تبييض صورة الكيان الصهيوني ومواقفه وإخفاء جرائمه التي يرتكبها على الساحة. يعني دوره من الآخر كده هو السيطرة على الرواية الإعلامية في العالم عن اللي بيحصل في الصراع العربي الفلسطيني. ومش كده وبس، لا، ده دوره كمان إنه يمنع ويعطل أي منشور يدين اس موجود داخل الإنترنت. الشادو بان وتعطيل الحسابات اللي كان بيحصل للناس الأيام اللي فاتت كان بيكون بسببها. مثلا أكبر يوتيوبر في الشرق الأوسط اللي هو اسمه أبو فلة، لما حب إن هو يطلع ويعمل فيديو عن الموضوع، اليوتيوب حذف الفيديو بتاعه وعمل له سترايك، مع إنه كلامه كان كل سلمي وطبيعي، ولكن يظهر كده إن كلامه ما عجبهمش. وإزاي أكبر مؤثر في الوطن العربي يطلع ويتكلم عن الموضوع ده ويكون في تحيز للجانب الآخر؟ وعشان الهسبرة ده ينجح كان لازم يشغلوا عدد كبير من الناس يكونوا متطوعين وفاهمين كويس ويعرفوا يقولوا إيه وما يقولوش إيه، ومعظمهم يكونوا من طلاب الجامعات، ويتم استخدامهم زي عساكر الشطرنج أو البيادق اللي بيتم تحريكها عشان ينشروا رأي معين، وده عن طريق إنهم بيتم تدريبهم على وسائل الرد والاحتجاج على وسائل التواصل الاجتماعي. الجهاز ده طبعا مسؤول عن تدريب الأشخاص ديت عشان تبيض صورتهم قدام الناس اللي بتكرههم، بحيث إن أي فيديو أو منشور بيتم الهجوم عليهم فيه لو ما يقدروش على الأقل إن هم يحذفوه، فهم يخلوه بكذبهم ومكرهم مخالف للقيم والقوانين. ده الموضوع طلع مدروس بقى ومتعوب عليه. والبيادق او العساكر ديت في منها المعروف، ممكن كمان يكون عدى عليك زي مثلا اكاديمية ناس ديلي وتوابعها، اللي هم عاوزين يوصلوا لك فكرة ان الطرفين لازم يعيشوا مع بعض في سلام، بس ده بيكون ظاهريا بس، انما داخليا ده مجرد فكر بيستخبوا وراه قدام العالم عشان يستمروا في جرائمهم. يعني اسطرة من الاخر، عشان لما يجي حد يسألهم يقولوا لهم شوفوا احنا اللي بدأنا بالسلام، بس الناس التانية الوحشة هم اللي مش راضيين بيه وهم اللي بيحبوا العنف. ومن ضمن الاشخاص ديت هو شخص اسمه بن شابيرو. ايوه، الشخص اللي جاب سيرته باسم يوسف في لقائه مع بيرس مورجان، واللي قال عنه انه شخصية ذكية جدا. طيب هو ليه باسم يوسف قال عنه كده مع انه معروف انه شخص يهودي مش بيحب المسلمين، وكمان تم اتهامه في جرائم خطيرة تم ارتكابها ضد المسلمين؟ لان الراجل ده فعلا ذكي ومعروف بسرعة بديهته في الرد على الاسئلة، اللي هو يخليك انت تسأله سؤال صعب يطلع لك بسؤال تاني يخليك تنسى انت كنت بتسأله عن ايه اصلا. ده بقى اللي مطلوب في ايه؟ ايوه بالظبط، جهاز الهسبرة. علشان كده يتم تجنيده وصرف مبالغ طائلة عليه عشان يفضل موجود في الصورة وما يسكتش. مفاهيم مضللة بيبثها في فيديوهاته وقد ايه هم مظلومين، وحاجة كده قمة في العبث. ولو انت فعلا مش عربي او مش فاهم الصورة، فانت ممكن تصدق كلامه، لانه بيجيب لك ادلة وبراهين من الكتاب المقدس ومن كتب قديمة وحديثة تخليك فعلا مش ممكن تشك في كلامه. وعلشان كده في كل حرب ليهم أول ضحية بتقع بتكون هي فعلا الحقيقة.
في كل حرب اس اس بتدخلها بتصور نفسها قدام العالم الغربي ان هي ضحية الكراهية والارهاب عشان تقتل الحقيقة والمدنيين كمان. طب ليه الغرب بيشتري الكلام ده؟ ليه بيدعموهم وبيقفوا معاهم؟ هل المسألة مسألة فلوس زي ما الشركات الكبيرة بتعمل وبتقبض في المقابل تمن سكاتها؟ بس أكيد لأ، لأننا بنتلاقي برضو في أشخاص بتأيد كلامهم بدون أي مقابل، ونفس الأشخاص ديت هي اللي بتصدق روايات اس اس اللي بيتم نشرها وتزييف الحقائق منها، وغير التعاطف معاهم اللي كان من أيام محرقة هتلر اللي ممكن يكون السبب في كل التعاطف ده لحد دلوقتي. ممكن تلاقي ناس مش شاغلها الموضوع بيأيدوهم حبا كده، او ممكن لانهم مفكرين ان اس اس هي الجانب الصح، لان ببساطة الاشخاص ديت لا تختلف شيء عنهم، ممكن يستعمروا او يبيدوا اي شعب مقابل رفاهيتهم او حياتهم. صديقي الغالي، انا هنا جاي اقول لك على نقطة مهمة، وهي ان الغرب اهم حاجة عنده هي الرفاهية، حتى لو كانت على حساب شعوب تانية. باسم يوسف لما عرف يأثر فيهم ما كانش من فراغ كده، لا، هو كان دارس وعارف كويس هو هيقول ايه، وكان عارف كويس ان هو لو دخل لهم بحكايات الاستهتار والكوميديا السوداء فهم فعلا هيقعدوا ويسمعوا له، وكمان هتدخل في دماغهم الحكايه بتاعته. فعشان كده باسم كان فعلا استاذ في اللي هو عمله، وعلشان كده اقدر اقول لك ان هذا الاحتلال ما هو الا حركه استعمار متنكره في شكل تحرر وطني، عاوزين بالظبط يعملوا زي ما امريكا عملت في السكان الاصليين وقضوا عليهم. عشان كده للاسف الغرب شايف في اس اس ان هي حركه تحرر وطني، من حقها كل اللي هي بتعمله ده. امريكا كانت بتعمل كده قبلكم، فاحنا فاهمين انتوا بتعملوا ايه دلوقتي وهنساعدكم عليه كمان. وعشان كده لو انت اوروبي او امريكي هتتعاطف مع القصه دي، قصه الراجل اللي راح جاب لنفسه ارض بالغصب عشان يبني لنفسه وطن بعد ما كان بيتعرض للظلم في بلده الام. بس المشكلة الحقيقية بتظهر لو انت فلسطيني او من سكان امريكا الاصليين. طبعا انت شايف القصة بمنظور تاني خالص، وردود افعالك بتكون بناء على انك صاحب الحق، وطبعا ده بيزعل المستعمر واصدقائه، ودايما بيكونوا مستغربين من ردود افعالك دي، اللي هو انتوا ازاي مستغربين ان الناس الغلابة ديت بتبني لنفسها وطن؟ عزيزي الانسان، انت في احقر عصر شهادته الانسانية وانت لا تعلم. اللي يقولوا لك حقوق الانسان وهم اصلا ما عندهمش ذره انسانيه. عصر يقول لك فيه حريه راي، بس لو عايز تقول رايك فانت عارف هتوديه فين. قول مهما تقول، بس احنا في الاخر هنمسحه ومش هنوصل صوتك لحد، لا احنا هنعمل لك حظر مؤقت، وممكن كمان توصل لحذف نهائي من المنصه ايا كانت. بس دورنا الوحيد اللي نقدر نعمله دلوقتي اننا ما ننساش ابدا اللي بيحصل، وبس كده.